لأول مرة في حياتي هعمل فانوس رمضان في البيت. متحمسة قوي لاني مجربتش اعمله الصراحة قبل كده في البيت، فيلا بينا. هبدأ بأول حاجة جسم الفانوس. الفانوس سهل وبسيط وهيتعمل من الكرتون والفوم. الفانوس هيتكون معايا من 4 قطع زي ما انتم شايفين، والمقاسات مكتوب عليها وهكتبها لكم كمان في التعليقات. اول حاجة هنعملها هنرسم باترون. الباترون ده هيبقى اصغر من جسم الفانوس ب2 سنتي من الطول والعرض. رسمت على الباترون بتاعي الشكل اللي انا عايزاه، ممكن تختاروا اي شكل انتوا عايزينه، وهبدأ اقص الشكل ده. هيبقى بالشكل الجميل ده، وهنبدأ نرسم الباترون ده على 4 قطع بتوعنا زي كده بالظبط. وهفرغ الشكل اللي معايا ده بالقطر. وخلصت ال4 قطع. هجيب فوم اللون اللي احنا عايزينه وهقصه على مقاس الكرتون ده، بس هسيب سنتي زيادة زي ما انتم شايفين كده، سايبه سنتي زيادة. هيطلع بنفس الشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هنفرغ الشكل ده تاني. وخلاص خلصتهم. للأسف القطر اللي عندي مش حامي وكان تلم جدا، فشبه ان هو بوظ لي الرسمة، فيستحسن ان انتوا تستخدموا قطر حامي عشان الرسمة تطلع مظبوطة. هنجمع بقى اجزاء الفانوس. حط شمع على الجزء الزيادة من الفوم، وهلزق فيه الجزء اللي مفيهوش زيادة، ونفس النظام على الباقي. الحتة اللي مفيهاش فوم زيادة هحطها على الحتة اللي فيها فوم زيادة. طبعا هي في الفيديو حطت من جوه على ال4 قطع سلوفان ملون، بس السلوفان الملون مش متوفر عندي، ولو انتوا عايزين تحطوه هتلاقيه في المكتبات عادي. دلوقتي بقى هجيب قاعدة الفانوس والمقاسات موجودة عليها اهي. هقصهم برضو 4 قطع. هنغلفهم بنفس الطريقة بالفوم، وهنسيب برضو قطعة زيادة زي ما عملت في جسم الفانوس هعمل برضو في القاعدة بتاعته. حط الكرتونة الفاضية على القطعة الزيادة. وخلصنا القاعدة بتاعت الفانوس، ومعانا هنا راس الفانوس والمقاسات مكتوبة على الكرتونة. هنعمل منهم 4 قطع بنفس النظام بنفس الشكل ونفس الزيادات، وهنلزقهم مع بعض بنفس الطريقة. نشتغل بقى في راس الفانوس. هنقفل الفتحة دي بقطعة كرتون مقاس 3.5 في 3.5، وهنغطيها بقطعة فوم بنفس المقاس. نقفلها بالشمع. هنغلف بقى حواف الكرتونة دي بفوم. طبعا هي المفروض تكون ارفع من كده، بس الصراحه انا ما عنديش حيل ما عنديش خلق انا، فاحنا هنحطها الاول وبعد كده نقص. بقى هنحتاج ان احنا نعمل تعليقه. قطعه من الفوم وهتنيها على بعض. هوريكم ازاي دلوقتي. اول جزء اعمله بالشمع الاول. ما تخافوش، المقاسات كلها هحطها لكم في التعليقات بالصور. وهجيب الجزء التاني احط فيه شمع واتنيه كده على الجزء ده. هنحط في الطرف ده كده شمع، واقوم عامله كده هتبقى بالشكل ده. هنجيب قطعة تانية بلون مختلف واتنيها نصين. هجيب العلاقة اللي عملتها واحط عليها شمع، واحط عليها القطعة التانية وابدأ الفها للاخر. انا بقيت جليتر على الاخر. هنجيب بقى الراس بتاعة الفانوس وهنحط فيها شمع، وهنحط العلاقة. اخر قطعة معايا مقاسها 10 في 10. عايزينها قطعة سميكة، فهنعمل 3 قطع من الكرتون نفس المقاس، وهنغلفها من فوق ومن تحت بورق فوم برضو نفس المقاس. وغلفت الحواف كمان بالفوم. هنلزق بقى راس الفانوس على القطعة دي. حطوا شمع في الزوايا يا جماعة عشان تمسك كويس. هنجيب بقى القاعدة ونلزق عليها الفانوس. هلزق بقى القطعة دي على الفانوس. خلاص انا كده خلصت. وطبعا ما ينفعش اسكت الا لما احط لمسات. حطيت فوم من الجوانب هنا وفوم كمان من الجوانب هنا، حسيتهم حلوين. بعد ما خلصت حطت وحدة صوت وحوي وحوي في الفانوس من جوه، ودي طبعا مش متوفرة عندي والصراحة مش عارفة اجيبها منين، فلو انتوا عارفين او متوفرة عندكم حطوها. تحفة تحفة، وفرحانة بيه جدا عشان اول مرة اعمل فانوس بنفسي. كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعودها عليكم بالخير دايما، وتكون كل الايام والسنين حلوة عليكم. وطبعا ادي الفانوس 10 من 10. وانا كده خلصت. باي.